اوقات كتير بنسمع ناس بتقول انا مش عارف اعيش من غير حد في حياتي، او انا محتاج حد احس معاه بالامان واشارك معاه كل حاجة، اشارك معاه تفاصيلي ويشجعني ويدعمني. الجملة دي ممكن تكون طبيعية بالنسبة لناس كتير جدا، لكن لو وصل الامر ان الشخص بيعتمد تماما على حد تاني عشان يحس بالسعادة او الامان، ده مؤشر خطير جدا. الاحتياج العاطفي للناس جزء طبيعي من حياتنا، كلنا بنحب يكون حوالينا ناس نشاركهم لحظاتنا الحلوة والوحشة، لكن لما نلاقي نفسنا مش قادرين نكون مبسوطين أو مرتاحين من غير وجود شخص معين، بنبدأ ندخل في حاجة اسمها الاعتمادية أو التعلق، أو أيا كان المسمى بتاعها ايه. هي بتبقى مشكلة مش عارفين نحلها. انت مش قادر تستغنى عن وجود حد تاني في حياتك، مش عارف تعيش حياتك لوحدك، مش عارف تعيش حياتك من غير ما تكون مرتبط أو من غير ما يكون عندك صاحب قريب. انت مش قادر، ودي مشكلة كبيرة. الموضوع هنا مش احتياج طبيعي بس، لأ، ده بيوصل لدرجة انك مش بتقدر تاخد قرار لوحدك، حاسس دايما بالوحدة شديدة لو الشخص ده مش موجود. ده ممكن يكون ناتج عن حاجات في طفولتك، زي مثلا انك ما كنتش بتلاقي الدعم الكافي، او انك كبرت في بيئة غير صادقة فيها اساءات عاطفية كتير، انك عندك مشكلة مع الدعم الاول في حياتك زي والدك او والدتك، فانت كبرت وانت محتاج دايما حد جنبك. الاعتماد المبالغ فيه على الناس بيأثر على علاقتك بيهم وعلى حياتك النفسية كمان. ليه؟ لأنك ببساطة بتسيب سعادتك وحياتك مرتبطة بشخص تاني. شخص تاني ليه تفاصيله وليه حياته، ليه خبراته، وليه الناس اللي موجودة معاه، ليه الحاجات اللي هو مر بيها، وليه الحاجات اللي هو عنده مشكلة فيها، وليه الجروح اللي هو بيحاول يتأقلم عليها ويكمل بيها. فانت ببساطة سايب كل حياتك في ايد حاجة بتتغير كل شوية، وده بيخلي دايما عندك شعور بالخوف من الفقدان او الخيانة. لو الشخص ده بدأ يبعد او يتغير، انت معرض للانهيار. طب ازاي نبدأ نخرج من الدايرة دي؟ اول خطوة هي تبقى واعي دايما بنفسك، تحاول تخلي ثقتك بنفسك هي المحرك الاساسي ليك، وحبك لنفسك هو اللي بيحركك مش اي حاجة تانية. فكرة انك تعتمد على نفسك اكتر، تحس انك مش محتاج حد عشان تكون سعيد، تحاول تهتم بتفاصيلك. انت لو حاولت تغرق في التفاصيل، شخصيتك وانت بتحب ايه وبتكره ايه، طب بتعرف تعمل ايه طول حياتك، برضو مش هتعرف تجيب اخر حاجة. بنعيش حياتنا كلنا واحنا اكتر حاجة مش عارفينها هي نفسنا. سمعت قبل كده جملة كانت بتقول انت قاعد مع الناس في الصالون بس سايب نفسك في البدرون خايف تقعد معاها. نفسك هي الأولى من انك تقعد مع اي حد تاني. في النهاية وجود الناس مهم جدا في حياتك وحاجة حلوة، بس الأهم انك تبقى متوازن ما بين انك قاعد وسط ناس او قاعد لوحدك. ما عندكش مشكلة في الاتنين، تقدر تبني علاقات قوية جدا وحلوة، بس في نفس الوقت تقدر تحب نفسك وتقعد معاها وتصاحبها. فكرة ناضجة جدا انك تواسي نفسك وتفهمها وتحضنها وقت الضعف، وتفهم تفاصيلها وتحاول تعمل كل حاجة تساعدها من غير ما ده يعتمد على حد تاني. انت كده حاطط حياتك على كف عفريت. حاول تحب نفسك.